طبعا أرقام كبيرة، وما زالت هذه الأرقام في البداية مع تقديرات الأمم المتحدة لهذه الأرقام ما بين 50 مليار دولار مبدئية لإعادة الإعمار، ما بين أرقام لإزاحة هذا الركام وإعادة القطاع كما كان يستطيع الفلسطينيون العيش فيه. هناك رؤية مصرية تم عرضها والمخطط جاهز سواء من الاقتصاديين أو من الإدارة المصرية لإعادة إعمار غزة، والهدف الأساسي هو عدم إخراج أهل غزة منها. اسمحوا لي أن نفتح هذا الملف مع ضيفي في الاستوديو المهندس مجدي منصور، خبير التنمية العمرانية والعقارية. أهلا بك يا باشمهندس. يعني خلينا نبدأ بهذه الأرقام، أرقام رهيبة، أرقام بنتحدث عن يعني 50 مليار مبدئي وركام من 3 ل5 سنين، والإعادة العمارة تاخد لها 10 سنين. يعني دعنا من تقديرات السنوات، دعنا نتحدث في الأموال وكيف ما هي الخطة المصرية أو مقترحات الاقتصاديين المصريين لإعادة إعمار غزة. برحب بيك يا حسن بيه، برحب بالسادة المشاهدين. طبعا احنا بنتكلم عن موضوع شائك وموضوع مهم بيشغل كل العالم العربي والإسلامي في الوقت الحالي، وهو قطاع غزة. لكن النهارده في وقت تسليم الرهائن، النهارده يوم السبت، حصل حاجه بجد فخر ان نجد علم مصر في ظهر اهل غزه، ان بيأكدوا ان مصر هي السند الاول ليهم، وهتظل مصر ان شاء الله هي السند الاول ليهم. بالنسبه لاعاده الاعمار خلاص اتكلمنا كتير، قلنا تقديرات مبدئيه من 30 ل 50 ل 80 مليار. الارقام دايما في تزايد، مش ما بتقلش، لكن دايما مصر عندها الخطط الموضوعه للحلول. ويمكن احنا الفتره الاخيره ديت وجدنا مصر بتقدم خطط بالفعل عمليه لاعاده الاعمار، والفلسطينيين موجودين على ارضهم بدون خروج اي حد منهم خالص. بل بالعكس، سيادتك النهارده جاي بتقول هنعمل جيل رابع في غزه. فحاجه طبعا اعتقد ان كل الفلسطينيين هيكونوا فخورين ان يلاقوا مصر بتسندهم وبتقف جنبهم، ان باذن الله ما يخرجوش من ارضهم، وفي نفس الوقت يلاقوا ارضهم. احنا يمكن شفنا كمان يعني الاداره المصريه اسرعت بارسال البرفانات او المنازل الجاهزه، وشفنا اللوادر ويعني الاجهزه اللي بتساعد في يعني في التحرك بسرعه موجوده في المعبر. مجرد ان هي تدخل تبدأ الناس يعودوا إلى سكن مبدئي حتى يعود لهم إنسانيتهم في هذا القطاع. هو التعنت الواضح من الاحتلال هو اللي موقف ده، لكن الجانب المصري كل الآلات اللي ممكن تستخدم في ده متواجدة على بوابة رفح. يمكن حتى لاحظنا ان المجموعه اخواتنا في فلسطين بيشتكوا من ده، ان في تعنت في دخول الات الرفع بتاعه الركام والعقارات المهدوده، وان هي تساعدهم في الكلام ده. فللاسف احنا كمصر مش مقصرين، احنا موجودين. يمكن النهارده كمان ظهرت البرفانات الجاهزه اللي متواجده على قطاع رفح عشان تقدر تساعد الناس. يا جماعه الجو برد جدا جدا جدا، احنا اللي قاعدين في بيوتنا هنا مش مستحملين، احنا اللي بنتدفى مش مستحملين. فكان الله في عون الناس دي اللي قاعدين في الشوارع. لكن احنا كجانب مصري الحمد لله رب العالمين بنحاول وهنفضل في ظهر اخواتنا الفلسطينيين. طبعا لما نيجي نتكلم على اعاده تسكين هؤلاء الناس، احنا ما بنتكلمش فقط على بيوت، احنا بنتكلم على اقتصاد دمر، على بنية تحتية، مفيش كهرباء، مفيش مياه، مفيش طرق، مفيش على يعني مرافق تجارية، سواء مطارات سواء ميناء، مفيش اي حاجة بتربط غزة بأي حتة، واحنا عارفين ان غزة محاصرة بقالها سنين كثيرة. فكرة إعادة وخطة إعادة الإعمار يجب أن تكون شاملة، والنقطة الأساسية اللي طرحتها يمكن الدكتور بدر عبد العاطي قال عدم عودة العدوان الإسرائيلي ووجود نهاية لهذا العدوان، مش كل كم سنة نبني وبعدين نرجع نهدي تاني. دايما مصر بتؤكد ان الحل الجذري هو حل الدولتين. نعم. ان السيد الرئيس ياما قال ان النهارده لازم عشان نلاقي قطاع غزه او نلاقي فلسطين امنه مطمئنه حل الدولتين. اتكلمنا مره واثنين وثلاثه وعشرة ان ده الحل الجذري للقضيه. الناس دي يستحقوا ان هم يكونوا ليهم دوله، يستحقوا ان هم اصحاب الارض. فرقم واحد النهارده الحل الجذري لو اتعمل هينهي كل المشاكل وكل التخوفات المستقبليه وكل الحاجات دي هتنتهي تماما بوجود حل الدولتين. ان لم يكن
ففي دول طبعا كانت ضامنه للاتفاقات اللي موجوده، اولهم طبعا مصر وقطر، وبينضم اليهم الجزء الامريكي. فلازم الدول دي تكون ضامنه لعدم عوده اي عدوان تاني على قطاع غزه. الارقام اللي هتتصرف هي ارقام كبيره ويساعد فيها دول مانحه كتيره، فبالتالي لازم كله يبقى مطمئن ان احنا مش هنرجع نعيد اللي حصل ده بعد سنه او 2 او 5 او 10. فبالتالي احنا بنقول يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله، ومصر قادره على ان هي تسند الجانب الفلسطيني، والحمد لله العالم كله بجد الناس كلها متابعه من اول ما السيد الرئيس بدا يظهر العين الحمراء، خلينا نقولها مباشر، العين الحمراء للجميع، ويقول احنا في ظهر اخواتنا في فلسطين. الحمد لله رب العالمين الجميع بدا يهدى والجميع بدا يسمع لكلمه مصر، وان شاء الله باذن الله دايما احنا في ظهر اخواتنا في فلسطين ان شاء الله. طيب نقل التجربه يمكن عشان الجيل الرابع ديت لما اتقالت التخوفات برضو ان احنا هنبني مدن في جيل رابع وبعدين نرجع اسرائيل تهدمها. التجربه المصريه كانت واضحه، ويمكن اشاد بها الافارقه واشاد بها وطلبوا نقل هذه التجربه في نقل المدن الجديده بالجيل الرابع. خلينا نفهم الناس يعني ايه جيل رابع، مش مجرد كلمه. الجيل الرابع هو المدن الجديدة اللي بتقدر تستوعب جميع التكنولوجي الحديثة اللي متواجدة، سواء في الزراعة، سواء في الصناعة، سواء في التجارة، سواء في الاستثمارات الداخلية، سواء في المباني، سواء في كل حاجة. بتكون مدن كاملة بتقدر تستوعب جميع التكنولوجي المتطورة اللي بتحدث في العالم. مستدامة، التنمية المستدامة بالفعل. فبالتالي النهاردة احنا لما بنتكلم عن حاجة زي كده بنتكلم عن أماكن الفلسطينيين نفسهم هيبقى بالنسبة لهم ده مكان جاذب للسياحة في يوم من الأيام. لو قدرنا نوصل ان احنا نعمل ده في غزه، خصوصا ان غزه النهارده بتقع في مكان قوي جدا على البحر، فبالتالي احنا ممكن نقول ان ممكن يكون في المستقبل المكان ده هيكون جاذب للاستثمارات. ودي الفكره اللي بتطرحها مصر، ان انا اقدر اطور في غزه وابقى انا اللي بقود التنميه جوه غزه بدون ما اخرج اي حد، واوصل ان انا اعمل في مدينه غزه منطقه ومدينه من الجيل الرابع فيها كل ما يتمنى الناس. بالتالي انا في المستقبل هخليكم تشوفوا غزه دي بالشكل اللي فعلا يليق بالناس في فلسطين. نعم، وبعيدا عن الطروحات الامريكيه وغيرها احنا ممكن نقدر نعمل ده. فكره اعاده الاعمار بيد الغزاويين نفسها، يمكن الاداره المصريه طرحت ده، الاداره المصريه بشكل واضح وصريح. عندنا التكنولوجيات، ويمكن الفلسطينيين ليسوا بعيدا عن ذلك، يعني بعد الحصار الدائم اللي كان عليهم لسنوات كثيره شفناهم بيستخدموا الطاقه الشمسيه، بيستخدموا بعض مواد البناء الموجوده في الطبيعه، استخدام اعاده تدوير البلاستيك وغيره. وفكره ان احنا نقدم حلول تكنولوجيه مصريه تتوافق مع البنيه التحتيه الفلسطينيه وبايدي فلسطينيين. احنا عندنا في مصر ما بنفرقش كده في حاجه هنقولها بسيطه في الرياضه ما بين اللاعب الفلسطيني واللاعب المصري. اللاعب الفلسطيني عندنا هو لاعب مصري، فاحنا بالفعل يا جماعه مصر وفلسطين حاجه واحده. ولما تقول النهارده ان ممكن نستعين بالايدي الغزاويه او الفلسطينيين لان هم ذات كفاءه، وبالتالي انا لما اورد له ناس استشاريين، لما اورد له ناس مهندسين، لما اورد له دكاتره، لما اورد له ناس فاهمين هيساعدوه، لكن هو عنده ده. احنا ممكن برضو نروح حته صغيره بس عن الولايات المتحده والزوبعه اللي عملها ترامب، واللي يمكن بعض المقالات قالت ان هو بيعمل ده، مفتعل ده لتغييرات بتحدث عنده في امريكا، لكن هو ده مش هدفه. لكن لما ظهر قرار المصري ان احنا اللي هنكون متواجدين واحنا اللي هنكون رعاة ده، اكيد هو هيحط في الحسبان 1000 مره ان الحمد لله رب العالمين النهارده السعوديه، مصر، العراق، لبنان، كذا دولة بدأت تظهر الاتحاد، الأردن، كذا دولة بدأت تظهر الاتحاد في وجه الاتحاد الأمريكي الإسرائيلي اللي احنا عارفين ان هو كده كده أصلا هو مش مجرد ضامن، هو حليف لإسرائيل بالفعل. طيب لما نيجي نتكلم بالشكل الاقتصادي، يمكن الزوبعه اللي انت قلت عليها لترامب، يعني هو بيتكلم بشكل براجماتي او بشكل عملي، ان انا عايز الحته ديت حته جميله اخليها زي الريفيرا واحولها، والناس ديت قاعده في مكان مش نظيف احنا هننضفه، بس روحوا اقعدوا في حته نظيفه ثانيه كويسه. الطرح المصري والطرح العربي ان الاهالي دول دي ارضهم، هي مش مجرد انت منتجع انت هتنشئه فتطلع الناس منه، لكن احنا ممكن نحوله بده بالشكل ده. وفكره هنا خلينا نتكلم بشكل اقتصادي او بشكل بزنس، هو شايف ان دي تورتايه وامريكا ممكن تشارك اسرائيل فيها وممكن تاخدها لوحدها. الطرح المصري انهى ده عشان الوطنيه الفلسطينيه وقضيه فلسطينيه. مظبوط، هو احنا اصحاب القضيه،
احنا من يوم مجرد بيزنس يعني انتوا قاعدين تعملوه علينا يعني. مفيش الكلام ده يا حسام بيه. واحنا بفضل الله يمكن مصر مش في احتياج للبيزنس اللي موجود في غزه. احنا عندنا عدد المدن الجديده يكفي ان احنا مئات السنين نبقى